خوتي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. المهم اليوم ان شاء الله غنهضروا على واحد العنصر غذائي اللي هو مهم ومهم بزاف. القيمه ديالو الغذائيه ديالو طالعه في المتناول ديال الجميع، وهذه من رحمه الله سبحانه وتعالى بالعباد ديالو الفقراء اللي ماشي في الاستطاعه ديالهم انهم ياكلوا اللحم ديال البقار او يشريو الحوت الابيض، او كاين اللي تياكل اللحم الغلمي من العام من العيد حتى العيد. فهو رحم العباد ديالو والدراوش، وجعل لهم مواد اللي هي طالعه في القيمه الغذائيه ديالها وبالثمن اللي هو مناسب لهم. من ضمن هاد المواد الغذائيه الموضوع ديال الدرس ديالنا اليوم نهضروا على البيض. البيض سبحان الله العظيم ما تحقروش البيض. فاش درستو مزيان وتبحرت فيه لقيت بان فيه العجب المعجب، ويستاهل انه بنادم يهتم به ويجعله من الاولويات. غير هو كاينه واحد النقطه، الغالب ديال الناس عندهم فكره عامه على البيض، يعني تساوي البروتين. البيض راه البروتين، ولكن هو فيه بزاف العجب المعجب ديال المواد اللي هي مهمه للجسم. غير هو واحد النقطة اللي هو اللي غنهضر فيها دابا، هو كاين فيه الصفر وكاين فيه البيض. الأغلبية ديال اللاعبين كمال الأجسام يعني كاين اللي تيضحي بالصفر وتكتفي على الابيض، وهذا انا كنت يعني كنت عندي النظرة هذه. ولكن فاش قلبت مزيان ودرست فيه مزيان لقيت بان الصفر ديال البيض مهم وميستاهلش انه يتلاح. فكاش تتلوحو الى مثلا الا كنتي مثلا غادي تطلع لشي كومبيتيسيون، كنتي باغي تطلع شي كومبيتيسيون باغي تكون عندك واحد النشافه اللي هي عاليه بزاف، فانك يعني ديك النسبه ديال تتخلعك ديك النسبه ديال الدهون اللي كاينه في الصفر، فانت تضحي بالصفر باش ما يتراكمش نسبه الدهون عندك في الجسم. هذه ممكن في ملي تبغي تطلع لشي كومبيتيسيون انك تضحي بالصفر، لكن على طول العام الصفر مهم ومهم بزاف. وهذيك النسبه ديال الدهون راك اصلا تمشي تتحرق فاش تدير الكارديو ولا تمشي دير الحصه التدريبيه ديالك، راك تتحرق هاد النسبه ديال الدهون. يعني سبحان الله العظيم غادي نهضروا على سبحان الله العظيم تقريبا في شي 16 عنصر اللي غذائي مهم في هاد الصفر ديال البيض. اول حاجه نهضروا عليها هو الفيتامينات. الفيتامينات كاين فيه سبحان الله العظيم، فيه الفيتامين بي، وفيه الفيتامين بي جوج، وفيه الفيتامين بي 12. على ذكر الفيتامين بي 12، بالنسبه للناس اللي عندهم نقص في الفيتامين بي 12 راه تيكون معرض للاصابه بفقر الدم. واللي عنده فقر الدم راكم عارفين انه تكون البنيه الجسمانيه ديالو اللي ضعيفه وعنده واحد الهزال. فيعني الا كان عندك النسبه ديال بي 12 فيتامين بي 12 طالعه في الجسم، راه يعني تتفادى الاصابه بالفقر الدم. كذلك في فيتامين بي 9، وفي واحد الماده اللي مهمه للدماغ. الدماغ راه مهم في كل شيء، في الرياضه، في القرايه، في الخدمه، في الحياه العامه ديالك. الدماغ راه خصو يكون هو هذا ميموار، خصو يكون مزيان. في واحد الماده سميتها الكولين، هاد الكولين مزيانه للدماغ. كذلك هاد الكولين مزيانه للكبد، هذيك الكوليسترول الضار اللي تيكون في المحيط ديال الكبد تتنقيه. كذلك فيه فيتامين كا جوج، فيه فيتامين كا، وفي فيتامين كا وفيتامين كا جوج، وفيه فيتامين دي، وفيه فيتامين ا. على ذكر فيتامين دي، بالنسبه للناس اللي تقلبوا يطلعوا الهرمون ديال التستوستيرون اللي هو كما تعرف الجميع بانه عنصر مهم لنمو العضلات والصلابه ديالها والحجم ديالها اللي هو كبير ومهم عند الناس ديال كمال الاجسام. ففيتامين فيتامين دي راه تيطلع التستوستيرون كما تعرفوا. حنا تناخذوه يا اما في اشعه الشمس، فاش تمشي تبحر تاخذ اشعه الشمس تحول الجسم الفيتامين دي، ولا تتاخذوه على شكل اقراص مكملات غذائيه اللي تشريهم من فرماسيان وتتناولهم، وبالتالي تطلع الفيتامين دي ديالك في الجسم. كذلك كاين فيه عنصر مهم بالنسبه للعظام هو الكالسيوم كما تعرفوا.
الكالسيوم تا هو راه مهم بزاف، اللي تيبقى يركز على العضله. يعني كاينه عضله وكاين عظام، يعني الهيكل العظمي الا كان صحيح وفوق منه اصلا العضله تتكون تجي فوق من تيكون العظم فوق منه عضله، عظم قوي وعضله قويه، بنيه جسمانيه قويه. كذلك كاين مجموعه ديال المعادن، هو فيه كما قلت لك على النسبه اللي فيه ديال الكالسيوم، هو في بالنسبه مقارنه مع البيض فيه الضعف، يعني الدوبل ديال النسبه ديالو، الدوبل ديال اللي كاينه في البيض. كذلك المعادن اللي هما مهمين بزاف، فيه الفوسفور، فيه المنغنيز، فيه النحاس، فيه الحديد، فيه الزنك. راه الزنك عاوتاني، الزنك وفيتامين دي شنو تيديرو؟ تيطلعوا التستوستيرون. المهم قرا على الزنك، راه تعرف بان هذا المعدن هذا تياخذوه الناس على شكل اقراص تطلع التستوستيرون. فالصفار ديال البيض فيه الزنك كذلك. كاين واحد الماده اللي مهمه، واحد الحمض اميني اللي مهم في عمليه الاستشفاء العضلي. كما تعرفوا من بعد ما تبذل واحد المجهود في لاصال وتتعرض للانسجه بالتلف، من بعد ما تقوم بواحد المجهود شاق في لاصال، غير من كلمه استشفاء يعني شنو تيكون قبل منه؟ يعني ما كاينه الدقديق في العضلات، تدقدقها مزيان فاش تريني مزيان تدقدقها. راه خاصها من مرة فاش تريني خاصك ضروري دير لها عمليه استشفاء بالاحباط الامينيه، وعلى راسها واحد الحمض الاميني اللي كاين في الصفر ديال البيض هو اللوسين. هذا اللوسين كاين بنسبه ديال 80% في الصفر مقارنه مع البيض. كذلك بالنسبه للبروتين راه ما كاينش في البيض، راه كاين في البيض وكاين في الصفر، غير هو في البيض طالع واحد شويه. مثلا الا كانت البيضه فيها واحد 6 غرام ديال البروتين، فالنسبه ديال البروتين في البيض كاينه مثلا 3.5 غرام في البيض و2.5 غرام في الصفر. غير هو الحاجه الوحيده اللي تخوف منها وتتخوفوا منها الناس، وهذا غلط شائع، هو تيقول لك بان علاش ما تيقربوش البيض. كاين بزاف اللي ما تيقربش البيض، ولا كلاتي ياكل جوج وحدات وتبعد. هي القضيه ديال الكوليسترول. والكوليسترول راه فيه جوج ديال الانواع، فيه كوليسترول ضار وكوليسترول نافع. والكوليسترول النافع كاين في البيض، والكوليسترول النافع راه هو اللي تيجري على الكوليسترول الضار من الجسم. هو اصلا الاسم ديالو العلمي البروتين الدهني العالي الكثافه، واصلا عنده ايجابيات كبيره، منها انه يعني الجسم ديالك عنده مكون من خلايا، والخليه عندها واحد الغشاء، هذيك الغشاء تتعمل واحد الدور كحارس على الخليه، يعني مهمه بزاف. منين تيجي داك الغشاء، كيفاش يتصايب؟ الجسم تياخذ الكوليسترول النافع تيصايب به داك الغشاء ديال الخليه. كذلك الجسم تيستعملو لانتاج مجموعه من الهرمونات، لا بالنسبه للنساء الاستروجين، لا بالنسبه للرجال الهرمونات ديال الرجال منها التستوستيرون وكذا. يعني الكوليسترول النافع راه مهم بزاف. فيعني حاول ما تخافش من قضية إشاعة الكوليسترول، لأن البيض تيدير الكوليسترول. حاول ما تخافش، زعم كل بيض. أصلا الجسم ديالك راه خلق الله سبحانه وتعالى تينتج واحد النسبة ديال 3000 مليغرام ديال الكوليسترول، بلا ما تدخلو من برا الجسم تينتجو. غير هو تتولي واحد العملية ديال توازن، فاش تدخل الكوليسترول من برا الجسم ما تبقاش ينتج ديك 3000 كامله، لانك دخلتي واحد النسبه من برا، فهو ما تيحتاجش انه ينتج ديك 3000. تيحدث واحد العمليه ديال توازن العدد ديال النسبه ديال الكوليسترول في الجسم ديالك. هذا هو اللي يعني الخطا الشائع اللي بزاف الناس يخافوا من ما يزعموش على البيض. كذلك قضيه ديال البيض، واش تاكلو اما احسن تاكلو طايب ولا تاكلو خضر
ولا بينو وبين احسن حاجه لقاوها هو انك تاكل البيض بينو وبين نص طياب كما تيقولوا. ما طيبتي البيض مثلا خلي داك الصفر مداير بحال الاخضر شويه. هذه احسن طريقه تستافد منها من البيضه مزيان. كاين البيض عاوتاني فيه جوج ديال الانواع، كاين كما تنقولوا البيض البلدي والبيض الرومي. سبحان الله على ذكر البيض البلدي والرومي، كاين سبحان الله العظيم واحد الصديق عندي كان خضار في كازا، كان واحد مارشي كبير، ومع المارشي كبير عارف الاسرار ديال السوق مزيان، شنو تيدار في السوق، وكاين راك عارف ان بنادم بزاف اللي تيغش في السلعه ديالو، كاين اللي تيقال كل واحد وضميرو، كل واحد بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال لي واحد المساله اللي غريبه سبحان الله العظيم، قال لي بان كاين شي وحدين تيشدوا البيض الرومي و تيزوروه تيردوه بيض بلدي. قلت له كيفاش؟ قال لي تيشدوا اصلا البيض بلدي مع صغير الحجم ديالو واللون ديالو بيض، البيض الرومي تيكون اللون ديالو بحال القهوي. تيشدوا بيضه روميه صغيره وتيبدلوا لها اللون ديالها، تيرقدوها بشي ماده والجافيل، الروح ديال الجافيل ولا ما عرفتش شنو داكشي. سبحان الله العظيم العجب المعجب اللي تنسمعو. فانت باش تعرف الفرق ما بين البيضه البلديه والبيضه الروميه هو انك من تقسمها تلقى اللون ديال المح ديالها. البيضه البلديه اللون ديال المح ديالها بحال الاحمر، بحال الليموني، بحال كذا. هذا هو باش تعرف البيضه البلديه من البيضه الروميه. كما قلنا البيض البلدي القيمه الغذائيه ديالو طالعه شويه على بالنسبه للرومي، لان الدجاج اللي تيرعى في البوادي وفي الزنقه هذا تيتغذى على مواد عضويه مهمه، تنوع من هنا من هنا، من حشرات كذا زرع اللي كان المهم ترعى. اما الدجاج الرومي تيحطوه في كوري تياكل حاجه وحده سيكاليم ولا شي حاجه. وثاني حاجه اللي مهمه ما تتعرضش الدجاج الرومي لاشعه الشمس. الدجاج البلدي تتعرض لاشعه الشمس، كما قلنا اشعه الشمس تطلع الفيتامين دي، يعني البيضه اللي فيها البلديه فيها فيتامين دي التركيز ديالو طالع شويه مقارنه مع البيضه الروميه. تنظن هاد المعلومات وافيه انك تخليك انك تهتم بالبيض بجديه وتجعله من الاولويات. وهذا كما قلت لك شوف رحمه الله سبحانه وتعالى. واخا ما تكون القدره الشرائيه ديالك عاديه، راك ما تحرمش من انك تغذى بمواد اللي تعود على الجسم ديالك بالفائده وبالصحه الجيده. هذا ما كان خوتي، وتحيه لكم والسلام عليكم ورحمه الله.